المغرب يرد على الجزائر ويتمسك بفتح الأجواء من طائر الأسود للمشاركة في الشأن. مرحبا بكم في قناة اليوم بالدارجة. هذه القناة تقدم لكم جديد الأخبار المغربية والدولية. أعلن المغرب تمسكه بشرط فتح المجال للجوي أمام الخطوط الملكية المغربية لنقل المنتخب المغربي للمشاركة في الشأن، وذلك عبر رحلة مباشرة نحو مدينة قسنطين، حيث ستقام مباريات المنتخب الوطني المغربي لأقل من 23 سنة خلال هذه المنافسة القارية. وأكد مصدر حكومي أن المغرب مستعد للمشاركة في منافسات الشأن المنظم بالجزائر، غير أن ذلك يتوقف على موافقة السلطات الجزائرية على الشرط المرتبط بفسح المجال أمام رحلة مباشرة نحو مدينة قسنطين الجزائرية. وشدد المصدر الحكومي أن المغرب لم يغير موقفه، وأنه ما يزال ينتظر رد رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف تحت طائلة مقاطعة منافسات الشأن في حال تم رفض الشرط الذي طالب به المغرب. وجدد المسؤول الحكومي التأكيد على طلب سفر المنتخب الوطني إلى مدينة قسنطين التي ستستضيف مباريات النخبة المغربية في هذه البطولة عبر رحلة مباشرة انطلاقا من مدينة الرباط، وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية للناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية. مشيرا إلى في حال رفض ذلك فقد قرر المكتب المديري للجامعة الملكية لكرة القدم الإجماع عدم المشاركة في هذه البطولة. ويأتي الموقف المغربي الجديد رداً على رفض للجزائر رسمياً فتح المجال الجوي أمام الخطوط الملكية المغربية لنقل المنتخب المغربي للمشاركة في الشأن، وذلك تفاعلاً مع استيراد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رحلة مباشرة نحو مدينة قسنطين، حيث ستقام مباريات المنتخب الوطني المغربي خلال هذه المنافسة القارية. غضون ذلك، علمت من مصادر مطلعة أن القرار الرسمي الذي اتخذته السلطات الجزائرية رداً على الشرط المغربي هو رفض الترخيص للرحلة الاستثنائية التي يطالب بها المغرب. ويذكر أنه بعد أقل من 24 ساعة على صدور بلاغ الجامعة الملكية لكرة القدم الذي اشترط فتح المجال الجوي لطائرة الفريق المغربي للمشاركة في الشأن المنظم بالجزائر، خرج مسؤول جزائري ليرد بالرفض. وقال رشيد أوكالي رئيس لجنة تنظيم شن أن دفتر الشروط الخاص بتظاهرة رياضية مثل بطولة إفريقيا للاعبين المحليين يقول إن مستضيف المنافسة ملزم بتأمين تنقلات وفود المنتخبات المشاركة داخل التراب الوطني فقط، كان ينتقل من العاصمة إلى قسنطين أو وهران أو عنابة. وتابع أوكالي: لا توجد عبارة توفير خط جوي مباشر. أغلبية المنتخبات المشاركة ستحل بالجزائر قادمة من بلد آخر وليس عبر خط جوي مباشر ينطلق من بلدها. ورد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم على هذه التصريحات قائلا بأن المغرب لم يطلب رحلة خاصة إلى الجزائر، بل يطلب ترخيصا لرحلة مباشرة لطائرة المنتخب المغربي للنزول بمدينة قسنطين الجزائرية، حيث ستقام مباريات المنتخب المغربي خلال الشأن. وجدد لقجع أن المغرب ينتظر ردا رسميا من الكاف أن تجيب المكلة على هذا الترخيص، مسجلا أنه في دفتر التحملات لتنظيم التظاهرات القارية والدولي البلد المنظم يقدم كل التسهيلات للبلدان المشاركة على أنها تصل إلى البلد المستضيف للمشاركة في التظاهرة. وأكد المسؤول الحكومي: المغرب طلب أن الطائرة التي ستنقل الفريق الوطني يوم يناير المقبل تحصل الترخيص للهبوط في مطار قسنطين، وهي المدينة التي سيلعب فيها الفريق الوطني، مضيفا من طبيعة الحال الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية هي الخطوط الملكية المغربية. وكانت الجامعة المغربية لكرة القدم قد أكدت أن مشاركة المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة في دورة الشأن المنظمة بالجزائر ما بين 13 يناير و4 فبراير 2023 مرهونة بتوفر خط جوي مباشر من المغرب إلى الجزائر نقل البعثة المغربية في طائرة خاصة. جاء ذلك خلال اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي عقد اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. وقال فوزي لقجع إن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وجهت مراسلة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص احترام بنود دفتر التحملات لاستضافة البطولات الأفريقية، خاصة فيما يخص تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة. مرحبا بكم في قناة اليوم بالدارجة. هذه القناة تقدم لكم جديد الأخبار المغربية والدولية. المرجو من المشاهدين الكرام الاشتراك وتفعيل جر الجرس لتلقي آخر الأخبار اليومية.